ازيكم عاملين ايه؟ النهارده تالت فيديو من سلسله تجهيزات العروسه. يعني لو انت عروسه لازم تتفرج على الفيديو ده، تعملي لي لايك. بصي يا ستي، النهارده هقولك على حبه حاجات هتفيدك جدا وانت بتشتري جهازك. بصي الكاسات دي فادتني جدا لما كانوا بيجولي في اول الجواز، وبيكون مجموعه كبيره اكتر من 6 افراد، كل كاس فيهم 6 من كل حجم، فهيفيدك جدا لما يكونوا مجموعه كبيره. فبصراحه فادني جدا وانا بقدم للناس، بيكونوا مجموعة كبيرة مش 6 أفراد بس، فبقدم الكاسات شكل واحد، ما يبقاش بقى ده لون وده لون وده من طقم كذا وده من طقم كذا، لا هو شكل واحد بيبقى شيك جدا. نتكلم بقى عن الفرش مش لازم تكتري في الفوط، عشان ما اعرفش ليه الناس بتحب تكتر في الفوط مخصوص، ما ممكن هتشتري تاني. هو انتوا بتمسحوا فيها او بترموها؟ اكيد لا يعني. في ناس بتجيب بال60 وال63، مش عارفه رقم 60 عندهم مشكله فيه. يعني لو جبتلك دستتين يبقى حلو قوي، كرم من عند ربنا يعني. هتعملي بقى اشكال البجعه وكل حاجه اللي انت عايزاها بالدستتين دول برضو، بس اكتر من دستتين كده اوفر بصراحه. برضو كل واحد وعاداته وتقاليده، في ناس عاداتهم وتقاليدهم ان هم يجيبوا كميات، وفي ناس هتتكلم عليهم والكلام ده. يعني طنشي وكبري دماغك من الناس اللي هتتكلم، كده كده الناس هتتكلم ما تقلقيش. الملايات ما تكتريش فيها برضو، ال60 اللي بيجيبوه ليه 60 واحده؟ ليه 60 واحده؟ ما اقدرش اقولك تجيبي ايه او اقولك على العدد حاجات اللي انت تقدري تجيبيها، بس كل واحد مقدرته، وبرده ما نقفرش. كده كده الناس هتتكلم، وما تهتميش بالناس قوي يعني. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.